وبعد ما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من الخرار ومر بمكان يسمى غدير خم. غدير خم، وغدير خم هذا ليس على الجادة العظمى طريق البخور، طريق رحلة الشتاء والصيف، إنما هو منتحيا عنها شرقا مسافة حوالي كيلو. يأتون له الناس، كان كما ترون فيه نخل، كان فيه ماء، كان فيه نخل كما ترون، شوفوا ميت النخل، يستظلون فيه ويشربون. الركب النبوي مر به من الخرار إلى غدير خم إلى ما أحيا، والرسول مهاجر. لكن أيضا من الحوادث المعروفة اللي مشهورة في هذا المكان، لأنه الناس يمرونه دائما، أنه في 18 من شهر ذي الحجة في حجة الوداع، والرسول قافلا من مكة، وقف هنا ونزل عليه، طبعا ارتاح هنا، ارتاح في غدير خم، كان ظلال ومياه عذبة، فنزل عليه جبريل بآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذا نظرت في طريقة النبي في التهيؤ لهذه الخطبة، تلاحظ النبي اختار المكان واختار الزمان اللي هو اليوم 18 من ذي الحجة، يعني بعد 4 أيام من مسير الطريق بين مكة والمدينة يأخذ تقريبا 8 أيام في النص تقريبا. تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الخطبة بأنواع من التهيئة، منها أنه نزل في هذا المكان المناسب للاجتماع، منها أنه نادى لهذه الخطبة بنداء الفزع: الصلاة جامعة. هذا النداء في مثل الخسوف، نداء فزع، نداء الدلالة اللي فيه. هذا النداء مثل صفارة الإنذار. تعالوا لأمر مهم. هذا النداء مثل ما قلت مثل صفارة الإنذار تدعو لأمر مهم. الصلاة جامعة، احضروا لأمر مهم. فاجتمع الصحابة، تخيل مشهدهم وهم يثورون من تحت أشجار السمر التي كانوا يتجهون إلى هذا النداء. وجعل النبي هذا النداء بعد صلاة، يعني في وقت صلاة الظهر، بحيث أنه صلى بالناس الظهر ثم خطب. طبعا اختيار هذا الوقت اللي هو بعد صلاة الظهر بالنسبة للمسافرين هذا وقت اليقظة، لأنهم يقيلون قبل الظهر. صحيح. فهو وقت الاستيقاظ بقوة، يعني الإنسان قد استجم واستراح وتهيأ، ليس مجهودا ولا متعبا، مهيأ. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس، واستعمل أساليب محفزة تفرغ الذهن من الشواغل حتى يلقي القضية التي يريد إلقائها، يفرغ الذهن، مثل ما خطب في منى، فقال للناس: أيها الناس، أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ الأسئلة المتوالية تعطي أهمية، تفرغ الذهن بحيث يتشوف لما بعدها. هنا قال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أوشك أن أغادركم وأن أستجيب نداء الله باللحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأسمى. هذه بحد ذاتها تهيئ النفوس لما بعدها. هذا خطاب فيه لوعة الوداع، هذا خطاب مودع. فماذا سيقول وبماذا سيوصي؟ فأوصى فقال: وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا به. فحث على كتاب الله وأوصى بكتاب الله وناشد الأمة التمسك بكتاب الله عز وجل. ثم قال: وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الحفاوة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا تكون مرتبطة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بشر يوشك أن يغادر ويلحق بالرفيق الأعلى، فلتبقى لهم رعاية هذه القربى ورعاية هذه المودة ورعاية هذه الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم.
ثم خص من أهل بيته بعد أن خص من أمته آل بيته، خص من أهل بيته حبيبا، فقال أيها الناس ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ لاحظ تكرار الأسئلة هو نوع من تفريغ الذهن. طيب ايش بيقول بعد ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله لأنت أولى بكل مؤمن من نفسه. 3 أسئلة يرددها. طيب ما بعدها؟ فأخذ بيد علي. لاحظ كل هالألوف الزحوف حول النبي صلى الله عليه وسلم، علي هو اللي كان قريبا منه. ولك أتخيل أن النبي أتى إلى المكان ويده بيد علي، ووقف وجنبه بجانبه علي، لأنه وهو يخطب أخذ بيده، إذن هو جالس جنبه قريب منه، أخذ بيد علي فأقامه. فلما أقامه قال ألا فإن الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. يكاد ينخلع القلب ويتخيل مشاعر علي عليه السلام، ويده تشتالها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترفعها، وهو يقول الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن، من كنت مولاه فعلي مولاه. كان علي يعرج به إلى السماء، كأنه ينظر إلى الأرض من علو. أي مشاعر كانت تجيش في نفس علي ويده في يد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أي مشاعر غامرة تملأ نفس علي وأذناه تتروى بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وما هي مشاعر الصحابة وهم يرون عليا بهذا القرب، بهذه الحفاوة وبهذه المكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي مشاعرهم تجاه علي؟ لذلك يقول بريدة بن الحصيب رضي الله عنه فما كان أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. الله أكبر. وجاء عمر رضي الله عنه إلى علي وقال ليهنك يا ابن أبي طالب أنك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. الله. هنيئا لك أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ولايتك من ولايته، فولاية النبي صلى الله عليه وسلم وموالاته أعظم من الموالاة التي بين المسلمين بعضهم مع بعض، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي هذه الرتبة من الولاية والموالاة. هذا الحديث يبرز فضيلة علي رضي الله تعالى عنه، يبرز فضيلة علي ومكانته، وهو من الوفاء النبوي لعلي ومن تطيب